معنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية الرائد المهندس محمد علي، قائد كتيبة في الجيش السوري الحر. أهلا بك. بداية لأسأل من حيث انتهى هذا التقرير، هل سيكون هذا المجلس بديلا للجيش الحر أم منافسا له؟ سيدي الكريم، بداية أترحم على أرواح شهداء الثورة السورية، ثورة الكرامة والعزة، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا. بالنسبة للموضوع الذي تداولته وسائل الإعلام عن تشكيل مجلس عسكري أعلى للجيش السوري الحر، فإن الموضوع قيد النقاش فقط، وهي رؤية سياسية لاستيعاب المنشقين وخاصة الرتب العالية، ولم يتجاوز كونه موضوع نقاش في ظل اللقاء الأخير مع المجلس الوطني الذي نعتبره قيادة سياسية. وتاريخ إعلان هذا المجلس غير معلوم حاليا حتى يتم الاتفاق وطرح الرؤية على المجلس الوطني ليصار إلى تبنيها. ونحن في الجيش السوري الحر نأمل أن يكون هذا التنظيم دافعا للشعب للاستمرار في انتفاضته السلمية ولشرفاء الجيش بالمزيد من الانشقاقات، ونأمل أن يتم مباركتها سياسيا من قبل المجلس الوطني في حال تم الاتفاق عليها لتجاوز ما هو مرحلي والارتقاء بمستوى التنظيم إلى ما يرضي الله والشعب. الرائد محمد، يعني ما الذي يدعو إلى إنشاء مجلس عسكري أعلى؟ نعم سيدي، المجلس العسكري الأعلى هو فقط دراسة لآلية استيعاب الرتب العالية ومختلف الرتب. طيب، يعني لماذا هل عدد الانشقاقات بالجيش السوري النظامي وانضمامه إلى الجيش الحر، أم هم يرفضون الانضمام إلى الجيش السوري الحر؟ يعني ربما تفسير، هناك من يتحدث عن ربما وجود اختلاف في الرؤى أو خلافات. لا سيدي، إن لا يوجد خلافات. نحن ضمن الجيش الحر، وإنما هو متمم للجيش السوري الحر فقط. الرائد